قبل أسابيع من صفرة مونديال 2026 يجد محمد وهبي نفسه وحيدا أمام مقبرة الإصابات. جدار الأسود الدفاعي الذي كان بالأمس صمام الأمان يترنح الآن في أسوأ توقيت ممكن. الأرقام مرعبة، القائد حكيمي في صراع مع الزمن بعد إصابة ميونخ الغامضة، ونايف أكرد يسابق عقارب الساعة للتعافي من جراحة دقيقة. في البريمير ليج شادي رياض وعيسى ديوب يفتقدان رتم المباريات وجاهزية الميدان تماما. مع اعتزال رومانسيس وتراجع الثقة في اليميق أصبح الدفاع لغزا يعجز وهبي عن حله. هل يملك المدرب الخطة البديلة لترميم البيت الدفاعي أم أن أحلام المونديال ستصطدم بواقع العيادة الطبية؟ فبين إصابة حكيمي وغياب أكرد، من ترون الأنسب لقيادة دفاع المنتخب في ظل هذه الأزمة؟